اهلا بيكم في الفيديو ده. هنتعلم التحريك في الافتر افكت، او زي ما بنقوله بقى شغل الانيميشن. التحريك او شغل الانيميشن بيعتمد على الكي فريم. فاعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. بص يا صديقي، انا اسلام مندو بعلمك الافتر افكت من تحت الصفر للاحتراف، والنهارده حصة جديدة في دورة او كورس الافتر افكت، وهي التحريك او انك تتحكم في الكي فريم. دي حاجة مهمة جدا لازم تتعلمها، ولو انت داخل مجال الانيميشن مهم قوي انك تتعلمها. ولو انت جاي تتعلم بس التحريك في الافتر افكت وتمشي، هتقدر برضو تنفذ الموضوع دوت في الفيديوهات اللي عندك. بص يا صديقي، احنا المحاضرات اللي فاتت شرحنا ازاي تخلي حركة، يعني مثلا نحرك القمر مثلا او نغير مكانه. تمام. في المرة ديت بقى هنتحكم في القمر ثانية كذا يتحرك من هنا لهنا. فدي نعملها ازاي؟ بالكي فريم. احنا هندوس على السهم اللي مثلا جنب اللاير بتاع القمر، وعندك بقى ايه بوزيشن وسكيل روتيشن وبساليتي. كل الحاجات ديت شرحناها المحاضرة اللي فاتت. فالمرة دي بقى هنعرف ازاي نتحكم في الحاجة دي. انا مثلا عايز احرك القمر من هنا لهنا، عايزه يطلع هنا كده. تمام. انا القمر عندي اصغره سنة، وهقول يا كي فريم شغل الكي فريم بتاعت البوزيشن، ولا يا كي فريم انت في الثانية الكذا. انا مثلا ايوه هنا بالظبط كده. حطي لي كي فريم تانية، انا هخلي القمر هنا. بص عمل لي خط ازاي احمر؟ شايف الخط ده؟ هو بيقول لك هو من هنا في الثانية من هنا الاحداثيات ديت للاحداثيات ديت القمر هيتحرك كده. الموضوع سهل ومفيهوش اي حاجه. اقدر اضيف كي فريم هنا اخليك يتحرك كده. هنا مثلا هنحركه من هنا، بعد ما نتحركه من هنا نخليه ياخد ايه خطوه هنا، خليه يلف كده. ماشي. هنروح عاملين كي فريم تانية باننا بسحب كده بس القمر. فبص بقى يتحرك ازاي، بركز معايا. شفت جاهز ازاي؟ ده كده احنا اتعلمنا ازاي نحركه نتحكم في الكي فريم. الموضوع سهل وبسيط مفيهوش اي حاجة. تمام. هنتعلم حاجة تانية، وهي ان انا مثلا عايز اخلي الكوكب دوت يلف حوالين نفسه. فاروح على الكوكب، اتك على اللاير بتاعه، واروح هنا ترانسفورم، واقول له مثلا دلوقتي عشان اخليه يلف حوالين نفسه احصل ايه؟ هتحكم في الروتيشن، اتك على الساعة اللي جنب الروتيشن. اول ما اتك عليها بدأ يظهر كي فريم. بعد كده اروح عند هنا مثلا في خلال ال3 ثواني الجايين عايزه يلف لفة حوالين نفسه، فاتك على الكي فريم. لا، من غير ما اتك على الكي فريم انا هجيب عند روتيشن واروح خليه يلف اهو. اشوف بقى الشكل عامل ازاي، لف ازاي. فالموضوع سهل وبسيط مفهوش اي حاجة. قيس بقى على كده الاوبساليتي، الشفافية مثلا في اللحظة ديت كان مفهوش شفافية خالص. نجرب الابسوليتي اهو. في اللحظة ديت الابسوليتي اخليه 0%. في اللحظة اللي بعدها مثلا بشوية خليه مثلا 100%. بص بقى، بص بص حصل ايه. بدأ يخلي الشفافية تظهر مع اللفة. فعملنا شغل انيميشن، وشغل الانيميشن بيبتدي من هنا. تعال نجرب حاجة كده مع بعض، ان احنا هنخلي عندنا مثلا حاجة هنحركها. احنا جايبين هنا طيارة حربية. بص يا صديقي بقى، انا عامل تيست هنا لذيذ هعلمك فيه ازاي نحرك الطيارة الحربية ديت من النقطة دي للنقطة دي بسهولة وسلاسة ونعومة كده، تحس ان الطيارة ايه، حقيقية. انا عايز الطيارة كده تطلع حقيقية. تمام. فالحركة دي مش بتبقى بس بالكي فريم، لا بنزود حاجة بعدها. تعال نتعلم الحركة دي. بص، احنا نروح على الصورة بتاعت الطيارة الحربية، ونروح على ترانسفورم زي ما اتعودنا، وهنشغل الكي فريم بتاعنا. تمام. كي فريم هنا انا عايزه ورا هنا. تمام. وفي اللحظة مثلا ال 12 او ال 14 انا عايزه يبقى في الحتة دي كده. تمام. هنشوف كده الشكل عامل ازاي.
الطيارة بدأت تطلع. لا نسرع الموضوع شوية، شد الكي فريم دي هنا. تشوف الطيارة بقى ابتدت تتحرك ازاي. الطيارة بدأت تتحرك معايا بالمنظر دوت. تمام. فالموضوع تحس ان هو ايه، مش لذيذ. طب لو اتكينا بقى F9 في الكيبورد، تكينا F9 على دي و F9 على دي، نتفرج بقى. الموضوع ألذ، الموضوع فيه سلاسة في الحركة. بيحصل ايه هنا بقى؟ بيحصل ان هي بتطلع بالراحة. اسمها، لا احنا اتكينا F9 دلوقتي. لو رحنا على الكي فريم يعني اتكينا كليك يمين، كليك يمين، رحنا على اخر اختيار كي فريم اسيستنت، هتلاقي بيقولك ايزي ايزي. دي بيطلع بالراحة، ولما بيجي تقف بيقف بالراحة. لكن هنا مثلا الطلوع بس، الطلوع بس بيبقى سهل، وبعد كده ايه، بعد كده بتمشي على هادي. هنا مثلا الوقوف بس هو اللي ايه، على الهادي. هي بس الفكرة كلها وما فيها الموضوع ده بيخليه سلس اكتر. يعني انا مثلا بيطلع ايه، شايف بالراحة ازاي؟ عشان اي حاجة بتتحرك في حياتنا لازم تبتدي بالراحة. تبتدي مثلا ما انت تيجي تجري، تيجي ايه، تجري بالراحة الاول، بعد كده بتبدأ سرعتك تزيد. هكذا اما تيجي تشغل الكي فريم بتاعتك لازم تبقى ايه، سلسة وسهلة. اتمنى انك تكون استفدت من الفيديو دوت، وانك تعرف تحرك. واتمنى انك تجرب الموضوع ده بايدك عشان يثبت، وعشان بعد كده هتستفيد منه جدا. واتمنى برضو تتفرج على الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية، وتعمل لايك وسبسكرايب. انا اسلام مندو، بعلمك افتر افكت من تحت الصفر للاحتراف. متخافش علينا يا عم، بلايك وسبسكرايب. دلوقتي احب اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.